سنة تالتة إعدادي، أهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. معانا هنا سؤال في برهان في الهندسة مهم وبيجي كتير في الامتحان، فركز معايا. مديلك في الرسم اللي قصادك دي، لو أنت شايف يعني ركز معايا كده. مديلك ه منتصف ب ج، خلاص، ومديلك م ده المركز، ومديلك هنا دي زاوية ألف دي هنا هياتي، مديلك ألف د ده مماس في الدايرة، وطبعا م د نصف قطر، ومديني زاوية ألف ب56. طب إيه عايز مني؟ عايز مني قياس زاوية د م ه. عايز مني قياس زاوية د م ه. طيب تعالى نجيب البرهان. هقول له كده، بما أن البرهان حاول حله في دماغك الأول، بعدين اكتب بيدك. خلاص؟ طب تعالى كده نحل الأول. بص معايا، هنا عندي ه منتصف الوتر اللي هو ب ج، إذا م ه عمودي على ب ج، يبقى الزاوية دي زاوية بكام؟ 90. م ه طالما عمودي على ج ب يبقى في زاوية 90. طيب إيه عندي تاني؟ بص معايا، عندي م د بيساوي نصف القطر اللي هو نق يعني، وعندي ألف د المماس. طب إيه علاقة نصف القطر بالمماس؟ نصف القطر عمودي على المماس، خلاص؟ يبقى في عندي زاوية تاني ب90. طيب كده رحت أنا عندي شكل رباعي. طب أنت فين عشان ناخد بالنا ليه؟ بص كده معايا، اسمه ألف ه م د. ألف ه م د، ده ألف ه م د، ألف ه م د، ده شكل رباعي. جبنا دي ب90 ودي ب90، وعندي زاوية دي ب56. طيب الشكل الرباعي مجموع زوايا كام؟ كلها على بعضيها 360. يبقى هطرح 360 ناقص 90 زائد 90 زائد 56، هيطلع معايا مين؟ قياس زاوية د م ه. طيب تعالى نشوف ازاي نكتب البرهان. الكلام اللي احنا قلناه شفوي ده تعالى نرتبه واحدة واحدة في البرهان. هقول له كده، بما أن ه منتصف ب ج الوتر، إذا م ه عمودي على ب ج، يبقى دي عمودي يعني ب90. ماشي. طب إيه يعني تاني؟ بما أن م د ده بيساوي نق، م د نصف القطر، وعندي وألف د، ألف ده ألف د ده ماله؟ مماس للدائرة. ألف د المماس. طب إيه علاقة م د نصف القطر بالمماس؟ أقول له إذا م د نصف القطر علاقته بيه عمودي على المماس، عمودي على ألف ب، يبقى م د عمودي على ألف ب، كده في زاوية 90 أهيات التانية. طيب دلوقتي كده عندي كام زاوية في الشكل الرباعي الاقتصادي ده؟ عندي كده 3 زوايا، 90 90 و56. هقول له كده، بما أن مجموع زوايا الشكل ايه؟ الرباعي تساوي 360 درجة. إذا خلاص كده قياس الزاوية اللي هو عايزها مني، إذا قياس زاوية د م ه هتساوي 360 ناقص 90 زائد 90 زائد مين؟ زائد 56 اللي هو مديهاني. تعال كده نشوفه على الآلة. همسك الآلة بتاعتي، ركز معايا. هقول له 360 ناقص، افتح قوس، اوعى تنسى القوس ده، الآلة كده هتغلط معاك، خلي بالك، ركز معايا. 360 ناقص افتح قوس، هيبقى 90 زائد 90 زائد 56، اقفل القوس، دوس يساوي، هيطلع لك كام؟ 124 درجة. يبقى قياس زاوية د م ه اللي هو كان عايزها مني ب 124 درجة.